لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1363 لوانا كاين تفسير قرآن بيروز بيما وخزمتان فمن بس رزامندي رب العالمين وهي وادار مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. والله خۆشەویستان وەکو لە دووانێ ڕابردووش لە خزمەت ئەو ئاەتە پیرۆزە دابووین کە خوای گەورە باز لەوە دەکاتن سبحانه وتعالى هەر پێغەمبەرێکی ڕەوانە کرد ئیلا بە زمانی قەومەکەی تاوەکو لە بۆیان ڕۆم بکاتەوە کەواتە پێغەمبەری مەش صلی الله عليه وسلم فعلا وەکو عەرەبێک بووە لەناو قەوم و لەناو دوورگەی عەرەبیش دابەزیە خوای گەورە ڕەوانە کردێ یەکەم جار هەر بەو زمانەش لە بۆ هەموو خەڵکی بەیانی کردێ ئیتر بەڵام پەیامەکەی پێغەمبەری مەش صلی الله عليه وسلم بەڵێ بە زمانی عەرەبیە بەڵام لە بۆ هەموو خەڵکیە بە بەڵگەی چەندین ئاەت و حەدیث وەکو لەوانەی ڕابردوو باسمان کرد و ئیشارەتمان پێدا ئیتر کە بە زمانی عەرەبیدا بە زمانایەوە نییە تەنها لە بۆ عەرەبانە بەڵکو لە بۆ غەیری عەرەبانە شەک و گومانیش تێدا نیە ئیتر ئەوە نابتە حوجە بڵێن وەڵام مادەم بە زمانی عەرەبیدا بەزێت تەنها لەو عەرەبانە ئەیدای باشە فعلا وەکوتم بە چەندین بەڵگە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە بۆ هەموو خەڵکی هاتیە بە چەند زمان دابەزی بە هەر بە یەک زمان دادبەزی بەڵام زمانێکە بەوەی کەوا فعلا خوای گەورە سبحانه وتعالى لەناو هەموو قەومێک و لە هەموو دەور و زمانێک خوای گەورە کەسانیش مسەخەر کردێکەوە بێن ئەو قورئانی پیرۆزە ئەو سونەتەی پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم بەیان بکەن و ڕۆم بکەن و بە زمانی قەومەکەیان ئیتر ئەوەش مەبەستەکە دەپێچی و فعلا هەتا ڕۆژە قیامەتێش أو إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون بو شوي كبزمان عربي هاتي لبو هم قوم كانش ترجمة بكري لبو همان روم بكريته إقامة حجج لصار هموام بكري. ابن عثيمين ضلي استدل على أنه لا يشترط أن تكون خطبة الجمعة بالعربية ضلي بو آتا استدلال ذكري كمهم لتبين لهم بيست بيان بكري لبو خلشي ضلي كواتا مرزنية إلا خطبي روج الجمعة بعربي بي بل تكون بلغة القوم الذين يخطب فيهم بلكو بزماني أو قومي بي كوا أو لبوان خطبي ددا فالخطبتان ليستا مما يتعبد بألفاظهما كواتا هردوك خطبة أو أنيا كوا بابن بتنهاب ولفظاني كوا بزماني عربي هاتيه طبعا أول الشرح ممتع هاتي وكو ابن عثيمين لو نديروها بازكا كأوش ديار ومذهبي أحناف أما الجمهور فعلى خلاف ذلك بلام رأي جمهور علماء لسر خلافه وكاتدبي هر بعربي بي خطبيتشان بعربي بلاي كمي أركان كان خطبي تدابي أو جدواش خطبة كيديك فعلا مبستك لبو خالشي روم بكريتوا أو كوابي يسلبان روم بكريتوا هربها للقاء الشهري ابن عثيمين ضل تعلم غير العربية من اللغات ليس حراما فيربوني زماني غير عربي حرام بل قد يكون واجبا إذا توقفت دعوة غير العربي إلى تعلم لغته بلكو كاتك وكسك وبي دعوة بانجواز بغير زمان عربي أصلا لو حاطي واجب أو زمان فيربي فيصير تعلم لغته فرض كفاية لو دعوة كردن بزمان غير عربي لو حالتي فيربوني أو زمان فرض كفاية لأنه لابد من تبليغهم دين الله لبروي بيويست دين خواهي يقول بهم كسيك بقين دري إيتر فيربون هر زمان كان دبيته فرض كفاية
لإعلام موقعين ابن القيم دلي وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وهروها لسورة النحل دفرمي لتبين للناس ما نزل إليهم لو يندج دفرمي يا رسول الله أو قرآن كبتومان بخشية تأكل أبوه خالشي روم بكي أو كوالبويان دابزيا فكل ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن ربه سبحانه بينه بأمره وإذنه كواتا همو أوي كوابيان صلى الله عليه وسلم روني كردتوا بأمره خواهي قوريه بإذن پروردگاره. ابن تيمية لتفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء لوين الدليل الله سبحانه يرسل الرسل من جنس المرسل إليهم الله تعالى پیغمبران دنيري لجنس أواني كلبويان نار درايا لأنه أتم لحصول المقصود بالرسالة تاوكو أوي ما بس لبيامك بيام بقاتن أوي كما بس لبيامك بيام بقاتن إتر بەڕێزانم وەکو باسمان کردەوانەی ڕابردووش بەڵێ خوای گەورە لە پێشی پێغەمبەری مەسەڵسم هەر پێغەمبەرێک نابێت تەنها بە زمانی ئەو قەومە لە بۆ ئەو قەومەی کە لە بۆیان ڕەوانە کرا بەڵام پێغەمبەری ئێمە سەڵاو سەلەم لە بۆ هەموو خەڵکی ڕەوانە کرا بە زمانی عەرەبیش چونکە لابد منه بە یەک زمان بهات بە خوای گەورە ئەو زمانی هەڵبژاردێکەوە فعلا دەوڵەمەندترین زمانە و هەروەها لە هەموو جێگایەکیش و لە هەموو زمانەکەی خوای گەورە کەسانێک مسەخەر کردێ کەوا بێن ئەو قورئانە بەیان بکەن و شی بکەنەوە بە زمانی ئەو قەومەی کەوا تێیدا ژیانە ئیتر فعلا پەیامێکە لە بۆ هەموو خەڵکی ئیتر لە دوای گەیاندنی ئەو پەیامە و بەیانکردنی ئەو پەیامە فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء أي فبعد البيان وإقامة الحجة عليهم لدواي بيان كردون إقامة الحجة لسر خلشي يضل الله من يشاء إضلاله إن جاء الله تعالى برياري قمراي لسر كسان ذاك ومشيئتي لسربي فيخذله عن اتباع الحق يترى كسا مخذول دبي دورا ودبي نات بابلين اتباع حقنا كخواي قوله برياري قمراي لسدا ويوفق من يشاء هدايته إلى الحق وهكسانش توفيق دكا بيارمتيدا كمشيئتي لسربي لبو أو حقي فالتوفيق والخذلان بيد الله عز وجل فالتوفيق والخذلان كواتا يارمتيدانو يارمتيندان أو هردوشي بدس الله تعالى بلا مأخو قتمان كوا أو مشيئتي خواهي قول سبحانه وتعالى عدالتي تدا حكمتي تدا خواهي قول سبحانه وتعالى أو إنساني خلق كردية عقلي بي بخشية لسر فترتي خواناسي دروستي كردية وبيغمبراني شلو روانا كردية آتكا أو بو كون بونا ورش هموي بلغن لسر وحدانيت خواهي قول سبحانه وتعالى إتر لدواي أو همو يارمتي درانا لبو إيكوا بدواي حق دابروي كاسيك بابلين ويستي تيدابي إرادي تيدابي كوابرو حق بروا خواهي قولش هدايتي دا كاسيك لدواي أوهم يارمتي درانا أوهم وسائل هو كارانا اتباع حقنك رغبتي لحق نبي رقي لحق بيتو خواهي قولش سبحانه وتعالى برياري قمرائي لسرد دا لا مجموع فتاوى دلي ابن تيمية دلالة على أن الهدى والضلال إنما يكون بعد البيان كواتا مسألي هدايدان وقمرابون لدواي بيان كردن لدواي جيشتني أو حقية كوالوي روم بيتو أو جا خواهي سبحانه وتعالى برياري هدايته برياري قمرائي لبكسانك ددا وهو العزيز الحكيم هل أو ذاتش العزيز الحكيم وهو العزيز الذي لا يغلب على مشيئته أو ذاته كواهيج ويستيكني بتوين غالب بس المشيئة خواهي قوله فما شاء كان أو الله تعالى بهر أو ذبي وما لم يشاء لم يكن أو الله تعالى نيوي نابي ومن ذلك مشيئة بالإضلال أو الهداية يتلزمني أو مشيئتك بقشتي همشتك بمشيئة خوايا لازمني أوش مسألة قمراي ومسألة هداية بمشيئة خوايا قوله وانفراده بهما هل الله تعالى بريار هدايته ضلالة ددا وهو الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه اللائق به إتر أو ذاته كوا الحكيمة هموش تيق لزيقاك دادن كوا ليب وشيتوا ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به لو لزمن حكمتك أوي كوا هدايته قمرائيكي لو زيقاك دادن كليب وشيتوا فيضل من يستحق الضلال
بڕیاری گومڕای لەسەر ئەو کەسان دەکەوە شایانی گومڕایینە ويهدي من هو أهل لذلك هدايتي أو كسانش ددا كوا فعلا أهل لبو هداية لا مدارج السالكين ضل فالرسل هي التي تبين پیغمبران أوانا كوا بيان دكن طبعا لدواي أوانيش شوين كوتي پیغمبرانش عليه الصلاة والسلام أو بيان إرشاد دكن والله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحكمته إتر لدواي بيانكش الله تعالى برياري قمراي لسر كسانك ددا وهداية لبو كسانك ددا هم بعزتي كواهيز كسينات من برام ويست خواهي قول بوستي هم بحكمتي كوكو باس ماكر هم مشتكان لزيقاي خوي دادني إنزا خواهي قول دفرمي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور بەڵێ خوای گەورە ئەوجارە باز لە موسا دەکات عليه الصلاة والسلام وەکو مناسبة ئاەتە لەگەڵ ئەوەی پێشترۆک و ڕازی دەڵێ أن الله تعالى ما بين أنه إنما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور کەواتە هەر لە سەرەتای ئاەت کەدا دەفەرمێ لە سەرەتای سوورەتەکە کەوا خوای گەورە سبحانه وتعالى پێغەمبەری مێڕوان کرد لە بۆ هەموو خەڵکی بەگشتی تاوەکو لە تاریکاییەکان دەریان بینی بەرەو نوری ئیمان وذكر كمال إنعامه عليهم وعلى قومه في ذلك الإرسال أو بري نعمة خوي باسكر لسر بيغمبركي صلى الله عليه وسلم لسر قومكي بو ناردنكوا خوي سبحانه وتعالى أو كسك بيغمبر صلى الله عليه وسلم محمد المصطفى نارديتي وفي ذلك البعثة أتبع ذلك بشرح بعثة سائر الأنبياء إلى أقوامهم وكيفية معاملة أقوامهم معهم إنزال لزمن بيامكي لنا قرآنكي خوي سبحانه وتعالى باسی لە باقی پێغەمبەرانی خۆی دەکاتن کەوا بە شێوەیەک لە بە قەومەکانی خۆی ناردیتیانی بە شێوەیەک ئانیش هەڵسوکەوتیان بووە لەگەڵ پێغەمبەرانیان تصبيرا للرسول عليه السلام على أذى قومه تاوكو پێغەمبەرەکەی عليه الصلاة والسلام آرام بقري لسر إيش وآزار قومكي وإرشادا له إلى كيفية مكالمتهم ومعاملتهم وهروها رينموني دكابت الشيوة قصر لقى الخلش بكا وهالسكوتين لقى بكا فذكر تعالى على العادة المألوفة قصص بعض الأنبياء عليهم السلام إثل اللي ردا خواه سبحانه وتعالى وكل باقي لتسندين سورة ديكش قصة وتيروشي كميق لبيغمبران باز دكاتن وكو بندو آموشقاري ورقرتن اللي ردا يكم قصة كدس بذكا قصة موسى عليه الصلاة والسلام ابن عاشور دلي وأيضا لما كانت الآيات السابقة مسوقة للرد على من أنكروا أن القرآن منزل من الله آيات كان بيشوتر كأخوائي سبحانه وتعالى كباسي لوكر رد أو كسان ذاته كإنكاري ذكر كقرآن بيروز لنا أخوائي هاتيا أعقب الرد بالتمثيل بالنظير أو جاديسان رد عن ذاته بويكوا نموني بهاوشي ودينتوا كوا وهو إرسال موسى عليه السلام إلى قومه ويكوا أخوائي قولة موسى عليه الصلاة والسلام عين لبو قومكينر بمثل ما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم بهمان بيام كوا محمد المصطفى بينر وبمثل الغاية التي أرسل لها محمد صلى الله عليه وسلم بهمان هدفه غاية ومبست كوا محمد المصطفى بينر عليه الصلاة والسلام عين بهمان شيء وليخرج الناس من الظلمات إلى النور بلى في غنبري ما صلى الله عليه وسلم همو خلطي دربيني لتاريكاية كان برو نور بهمان شيء باقي پیغمبران كوكو موسى عليه الصلاة والسلام عين ناردرا بو بياما لبوي كوا قومكي خوي لا تاريخ كان برو نور ببا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا العظيمة كوا تدفرمي بلام توكيد قسمي بقدي تحقيق موسى من روانه كرديا بأتهر قوركاني خومان كوا بلغن لسر رازقوي أو پیغمبره ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إتر أو آتانا من بروانه كرد بو معزاتانا ونادما كوا بلغي لسر پیغمبرات يكي وكو أبو حيان الجمهور على تفسير قوله بآياتنا جمهوري مفسرين لسر أوانا كوا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا آيات كانت سين 9 آيات التي أجراها الله على يد موسى عليه السلام أو نو معجزة كوا لقرآن بيروز باز كرا كلا سردستي
موسى عليه الصلاة والسلام بقومك روانك رابو. وقيل يجوز أن يراد بها آيات التوراة، يعني وتبي آياتنا ما بس لآتكان آتكان التوراة كبيروانك رابو. والتقدير كما أرسلناك يا محمد بالقرآن بلسان عربي وهو آياتنا، هذا وكو يا رسول الله أتمرانك كذا بآتكان خمك وقرآن بيروزه بزمان عربي. وكذلك أرسلنا موسى بالتوراة بلسان قوم بها ماشوا موسى شمان بالتوراة بزمان قومكي روانكر. بيامكي موسى عليه الصلاة والسلام تسبو أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، واتفر مال ما بموساكر عليه الصلاة والسلام بويكوا أدعو قومك بني إسرائيل طريق الحق. قومك خد بانك بك كبني إسرائيل لبور رجع حق بانجام بك ليخرجوا من ظلمات الكفر والجهل والمعاصي تاوكو لتاريكا يكاني كفر نزاني ومعصية دربسا لبو نور إيمان وعلم طاعة هداية وذكرهم بأيام الله روزكاني الله تعالى ببير بينوا. اتروا بيامي موسى عليه الصلاة والسلام عيني لقل بيامي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لقل باقي بيامكاني بيغمبراني تر همو يك بيامك لبو التوحيد خلشي بانك دكان. اتديار أو آتش تفصيلاتي زياتر تدا بلام لبر توابوني كاد دوستين ببشتواني الله تعالى واني داتو دين وخزمتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.